طلقها. اوكي، قبل ما نبلش بهذا الفيديو ما بدي حدا يعلق على شعري، لاني بعرف شعري مو ظابط، شكله مخزي، بس مضطر اني اصور هذا الفيديو هيك لاني الحلاق تبعي مسافر وما رح يرجع لبعد يومين، فمشونا اياه هالمرة. الفيديو اليوم عن انفصال او طلاق الانسة شروق والدكتور الجراح دكتور فود. فكلياتنا شفنا الترند والضجة اللي عاملينها هالفترة، خاصة انه الانسة شروق عملت حفلة خصيصا لهذا الشيء. فمن هالشغلة كلها أنا ما في غير 3 أشياء أنا بدي أعلق عليها وأعبر عن مشاعري تجاه هاي الأشياء الثلاثة اللي بدي أذكركم إياها هلأ. الشغلة الأولى، أول ما شفت الفيديو تبع إنه طلقوا أو انفصلوا، فأنا رجعت شوي بالذاكرة لورا وتذكرت إنه في الديانة المسيحية ما في شيء اسمه طلاق. وأنا بعرف إنه الأنسة شروق والأستاذ الكبير الدكتور فود معتنقين او بيعتنقوا الديانة المسيحية، فكيف هاي الشغلة صارت او كيف انه قدروا انه ينفصلوا او يتطلقوا؟ فهون الشغلة فيها إنا واخواتها. خلينا نشوف هذا الفيديو بعدين بنكمل القصة. عند الديانة المسيحية حسب ما بعرف بكل كنائسها، وكانت ماروني أرثوذكسي إلى آخره، روم إلى آخره، الطلاق عندهم ما بيصير. الكنيسة ما بتوافق على الطلاق إلا بحالات كتير نادرة، هي لا سمح الله يكون فيها شيء مش معروف أو يكون باطل من الأساس. فهيدا الطلاق كيف بده يتم؟ الطلاق شو؟ ما في، مش مثل الإسلام. هاي واحد. 2، الصدمة والهيدي وصلت إنه تفضلوا آخر فيديو نزلته بدها تعمل حفلة طلاق وعم تدعي العالم عليها، وفي ناس إذا هيدا 10 بدهم يجوا بدنا ناخذ لها جيفتات لتحتفل، وعامله بطاقات وبدها تحط الديت. يعني والله يوم العرس ما عملت هيك. بعدين يعني راحت شو بده ياخذ لك الكره الارضيه؟ يعني انا اذا مثلا بدي اخذ. الصراحة هاي الشغلة الثانية اللي لفتت نظري وخلتني اني اشك في الموضوع اكتر، انه الحفلة اذا حدا بده يروح يحضر الحفلة لازم يدفع مصاري حق تيكت، والتيكت عندك $50 $100 والفي اي بي $150 على حسب ما عرفت. فالأنسة شروق عاملة هاي الشغلة كبزنس، فما فهمت ليش عاملة هذا الشيء. خلينا نكمل الفيديو. والله العظيم كتير وصلنا لمحل كلمة وحدة تفسوي بدها تنزل طلقت اتجوزت خانة. هاي اللي صار. ليه؟ مبسوطة؟ وعم تعزمي؟ مين هن ال10 اللي حيربحوا؟ والله كتير. لا 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 لطشت. الصراحة أنا في القصة هاي كلها ما زعلت غير على شغلتين. الشغلة الأولى إنه زعلت على أولادهم، الأولاد لساتهم صغار، فكيف رح لما يكبروا شو رح يصير فيهم، أبوهم وأمهم منفصلين. والشغلة الثانية زعلت عليها هي المصاري اللي انصرفت على الحفلة. يعني حسب التقديرات اللي قدرتها أنا شخصيا مو تحت $50,000. هاي المصاري اللي انصرف على الحفلة ممكن تغير حياة شخص تاني 180 درجة. يعني ما بعرف ليش هالشي، وشلون الدنيا ماشية معهم، وشلون السيستم تبع الحياة مع الأشخاص هاي، ما بعرف. $100 لنحضر حفلة طلاق سانشاين من دكتور فود. شو وائل كفوري اللي عم يطلق؟ $100 $100 عن جد في عالم تدفع $100 لتروح تحضر حفلة طلاقك؟ فهي عالم هيك. حتى الطلاق بدكم تعملوا منه بزنس. طلاق هيدا طلاق يا عمي، مش حفلة لعاصي الحلاني. يا خي والله حفلة عاصي الحلاني ما بتكلفنا $100. عن جد مصدوم أنا، عن جد مصدوم. في عالم تدفع $100 لتروح تحضر حفلة طلاق شروق؟ في عالم هيك؟ في عالم عندها هاي العقلية؟ يعني أنا لحد الآن ماني مقتنع في الشغلة كلها، وحاسس الشغلة فيها إن أنا متأكد. خلينا نشوف هذا الفيديو. أسعار تذاكر الدخول إلى حفل طلاق شروق سانشاين. وين رح تعملي حفلة طلاقك؟ إذا كنت شخص عادي وحابب تحضر حفل طلاق شروق وتتسلى وترفه عن نفسك وتقيم الأكل والحفلة من 10، 0 على 10. لا تلف ولا تحتار، فيك هلأ بسرعة تنزل تشتري تذكرة $50 من الموقع الرسمي للحفلة. أما إذا كنت من رابطة معجبي ومحبي وعاشقي الفنانة والمؤثرة العالمية
شروق سانشاين ومن رابطة غير محبي وغير عاشقي الدكتور فود، ففيك هلأ بسرعة تشتري تذكرة بس $100 لتحضر حفل طلاق شروق. تعالوا لأرجيكم وين حتكون الديفورس بارتي. من ميزات هذه التذكرة الذهبية بتأهلك لتربح خاتم ذهب اشترته شروق بحق خاتم زواج شروق الألماس يلي باعته واشترت فيه شي 20 خاتم. رح بيع خاتم زواجي لأشتري لكم خواتم ذهب لبسكن ياها بحفلة طلاقي. مكان جلوسك رح يكون بالقرب من شروق سانشاين لتتناول مع أطراف الحديث وتتبادلوا الضحكات على الدكتور فود. وين حيقعدوا الفي اي بي؟ اريا لحالهم رح تكون على الروف توب فوق. أما التعليقات على حفل طلاق شروق سانشاين فكانت كالآتي: لك شروق نعي بابا يخليني اجي على الحفلة. لك لا يا شروق، مين بده يقيم هالحفلة من 10؟ 0/10. نطالب بالدكتور فود ضيف شرف في الحفل. وانتو خبرونا إذا اجتكم الفرصة انه تحضروا حفل طلاق شروق والدكتور فود تحضروها؟ يعني والله أنا على التليفون ما حضرت الحفلة، بدك يعني إنه أروح أدفع $100 مشان أحضر حفلة تافهة مثل هاي؟ فما بعرف، الشغلة عاملينها بزنس، عاملينها شغل، متفقين بين بعض. ما حد الآن ما عرفت شو السبب اللي خلاهم يعملوا هيك شي، بس الشغلة كأني واضحة حسب ماني شايف ترند، ومنه قالوا بدنا طلع لنا كم ليرة من هالحفلة. خلينا نشوف هذا الفيديو الثاني. شروق عزمة تجي حفلة الطلاق كل وحياة الله وقسما بالله تبت تروحي إلا يا غنوي، وقسمتين بالله تبت تروحي على حفلة طلاق شو اسمه، هو فضيحة. بدي اروح على حفلة طلاق شروق عزمتني. هو عم هيدا فضيحة هذا الحكي، لا يمسك عند بالدار. لا بدي اروح على الحفلة. بلا بدنا نعمل أجواء. عمي احنا ناس بلدي، عمي احنا ناس تطلع بلدي. البلينك هيدي تاعت المذيعة تقول ذهبوا إلى حفلة شروق. وقسمتين بالله تبت تروحي على حفلة طلاق شروق. راح حفلة طلاق شروق. عمي طب اسمع علي شيل انت. زمان البنت بكت لما تتطلق صوت الوسطيري، هاي بتفضح في حالها انها تتطلق. اوعي تروحي، اوعي تروحي. علي عنا عيب إذا واحد عزمك على شيء، عيب إنه أنت ما تروح. عم تستوعب علي الموضوع. علينا اوعي تروحي يا عمي. أنت أنا بدي أروح تعب. لسانك اقعدي واهدي وشني. عيب عيب، هذا حفلة طلاق، هذا أول مرة تصير في تاريخ واحد بيعمل حفلة طلاق. اوعي تروحي. دكتور فوت طلقها اصلا، سؤال مو طلقها يعني، مو الخلعة الثانية هي خلعت ولا دكتور فوت طلقها؟ صحيح الشباب تعال شوي لخبرك شيء. أنا بحس إنه هو وياها أصلا مش مطلقين، بس عم يعملوا هيك كرمال ترند. كلي والله أنا هيك بحس. حلو. وأنا هيك حاسس صراحة، يعني هو يمكن قاعد هو هيك هو وشروق قال له شو رأيك نعملنا ترند، منه نضرب ترند ومنه أنت بتطلع لك كم ليرة من الحفلة حق تيكيتات، وبعد فترة الناس بينسوا وبنرجع نحن لبعض وصلى الله وبارك. هاي توقعاتي، فما بعرف شو اللي ببالن، هل هالشي صحيح ولا لا. وبس بشوفكن فيديو جديد. الصراحة عم صور هذا الفيديو راسي عم بوجعني، مشان هيك حطوا لايك، اشتركوا في القناة، وإن شاء الله رح أتم أنزل فيديوهات بشكل مستمر، مو مثل قبل كل شهرين فيديو. وسلاس.